السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نغلف التورته بتاعتنا بجناش شوكولاته ابيض وجناش شوكولاته بني، وايه المقادير المظبوطه اللي تستحمل معانا حراره الجو. وهقول لكم كمان ايه المشاكل اللي ممكن تقابلكم في الجناش لو فصل منكم او حصل فيه اي مشاكل. ان شاء الله تستفادوا من الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك باسم مطبخ بسمة جمال لو عجبكم الفيديو. وتعالوا بينا نشوف اول حاجة هنبتدي نجهزها الجناش. اول حاجة ببدأ فيها لو جالي اوردر تورته عجينة السكر، اول حاجة بنبدأ بيها الجناش، بالاخص كمان في فصل الصيف، علشان انا محتاجة جناش يبقى متماسك ما يبقاش سايل، لازم يتعمل قبلها بيوم. طيب ايه الكريمة اللي مناسبة معانا للجناش؟ انا هنا بستخدم المراعي جهينة، اي كريمة لباني موجودة، بس اللي هي تبع شركات او ممكن اللي بنجيبها من محلات خامات الحلواني. ترط عجينة السكر كريمة وشوكولاتة، مش هينفع نبدل الكريمة بأي حاجة تانية. طيب انا صفرت الميزان عندي كده وابتديت اوزن 500 ملي من الكريمة، برجها الاول قبل الاستخدام علشان بتبقى فيها زي قطعة كده. حطيت كده 500 ملي من الكريمة، وهحط عليهم كيلو ونص من الشوكولاتة. طيب المقدار ده ايه؟ مقدار ده لمقدار الصيف، بياخد معانا 1 ل3. يعني لو حطينا 100 ملي كريمة هنحط 300 شوكولاتة، لو حطينا 200 ملي كريمة هنحط 600 جرام شوكولاتة. انا هنا التورتايه بتاعتي مقاس 28، فهاخد كمية كبيرة من الجناش. خدت هنا كيلو ونص من الشوكولاتة وعليهم 500 ملي من الكريمة. حطيت الجناش بتاعي في الميكروويف لمدة 30 ثانية في 30 ثانية، بلاش نحطه مدة طويلة في الميكروويف علشان الشوكولاتة ما تتحرقش. لو ما فيش ميكروويف بتعملي كل الخطوات دي على البوتاجاز على نار هادية جدا مع التقليب. بمجرد ما الكريمة تسخن والشوكولاتة تبتدي تسيح معاكي بتقفلي النار، وبعد كده بتبتدي تقلبي فيها علشان ما تفصلش معاكي. كده جناش الشوكولاتة بقى جاهز. علشان اعمل جناش الشوكولاتة الابيض هحتاج عندي 500 ملي من الكريمة. ابتدي احط الطبق واصفر الميزان بتاعي وهوزن كمية الكريمة. بحط الكريمة بتاعتي تسخن، وبعد كده بحط عليهم 2 كيلو من الشوكولاتة البيضة. مقدار الشوكولاتة البيضة غير مقدار الشوكولاتة البني. طبعا الشوكولاتة البيضة بيبقى فيها حليب كتير، وبتبقى طبعا لوحدها سايحة مش مستحملة في الحر، فاحنا بنضاعف الكمية ل4 أضعاف. يعني 100 ملي من الكريمة 400 من الشوكولاتة. 200 ملي هنحط كام؟ هنحط 800 من الشوكولاتة. انا عندي هنا استخدمت 500 من الكريمة، حطيت عليهم 2 كيلو من الشوكولاتة البيضة. ده كده مقدار الصيف علشان يستحمل معاكي الحر. وطبعا التورت عجينة السكر دي، عجينة السكر كمان بتبقى تقيلة. كمية جناش الشوكولاتة دي هتكفي معايا تورتاية مقاس 20، وهتكفي معايا تورتاية مقاس 14. انا هنا كنت عاملة كمية وبحفظها في الفريزر وقت الاستخدام. بصوا كمان قوام جناش الشوكولاتة بيبقى كريمي كده وتقيل زي ما انتوا شايفين، يعني ما بيبقاش خفيف، بيبقى كريمي كده زي النوتيلا بالظبط. فانا كده قلبت جناش الشوكولاتة وهبتدي بقى ان انا اسيبه يبرد. وطبعا بنشتغل في الجناش قبلها بيوم، وبعد كده بنبتدي نشتغل بقى تاني يوم لو هنجلس التورته بتاعتنا. جناش الشوكولاته بتحفظيه في الفريزر بيقعد معاكي 3 شهور، وفي التلاجة اسبوعين. هنا كان تاني يوم انا خدت كده كميه من الجناش وحطيتها في الطبق كده، علشان دي هبتدي ان انا احشي بيها التورته بتاعتي. وباقي الكميه حفظتها كده في علبه زي ما انتم شايفين، هاخد بقى منها على قد الاستخدام. مقادير الاسبونج استخدمت هنا 600 جرام من الاسبونج البودر الجاهز، حطيت عليهم 6 بيضات ونص كوبايه من الميه وفانيليا. طبعا انا ما سويتش الكميه كلها على بعضها، سويت كل كميه لوحدها. يعني المقدار قسمته على نصين، وسويت نص الكميه في الاول، وبعد ما طلعت سويت نص الكميه التانية علشان اخد بقى 4 طبقات كده من الكيك. انا عايزه طبقه الكيك تبقى عريضه شويه، ما تبقاش رفيعه، علشان تستحمل معانا الجناش وعجينه السكر. في نفس الحلة اللي خبزت فيها هبتدي احشي التورتة بتاعتي. ممكن بقى الحشو زي ما تحبي. انا هنا كانت مطلوبة مني بقطع الفراولة اللي هو التوبينج. وهبتدي اسقي التورتة بتاعتي بشوية كده من الحليب محلى من الجناش. وانا بسقي التورتة بتاعتي ما بجيش خالص على الطرف. حطيت كده شوية من الجناش في كيس حلواني، وهبتدي اعمل زي سور علشان الكريمة ما تخرجش معايا لبره.
لو الكريمه خرجت معاكي لبره هتسيح عجينه السكر وهتبهدلك الدنيا. فطبعا لازم كده بنعمل سور بجناش الشوكولاته، وبعد كده بنحط الكريمه اللي احنا عايزينها. كل المقادير ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف. هحشي كل الطبقات كده زي ما انتوا شايفين. كل مره بحط طبقه من الكيك بنضغط كده كويس علشان كل الطبقات تمسك في بعضها. هدخلها التلاجة مش اقل من 3 ساعات. اسبونج الشوكولاته استخدمت هنا كيلو من اسبونج الشوكولاته البودر الجاهز. حطيت عليهم 10 بيضات وكوبايه من الميه وفانيليا. طبعا احنا مش هنخبز الكميه دي كلها الكيلو مره واحده، لا بنقسم الكميه على مرتين علشان طبعا الكميه كبيره، ولو حطيناها في الفرن كلها مره واحده هتعجن ومش هتستوي خالص. فانا هنا الكيلو حطيته عندي في صينيه مقاس 28 وسويته على مرتين. استخدمت هنا موس شوكولاته بودر جاهز ونوتيلا، وجانيش الشوكولاته حطيته كده في كيس حلواني. وعلشان اسقي الكيكه بتاعتي هحتاج كده شويه من جانيش الشوكولاته وهخففهم بشويه من اللبن. بعد كده هبتدي احشي التورته بتاعتي بنفس الطريقه كده زي ما شفتوه بالظبط في كيكه الفانيليا. كده خلاص خلصت حشو التورته، بدخلها بقى التلاجة. هنا الفانيليا انا سبتها 4 ساعات في التلاجة وهبتدي ان انا اشتغل فيها. اهم حاجة الجو يبقى حواليكي كده ما يبقاش حر، والمروحة طبعا تبقى شغالة او التكييف. قلبت التورته بتاعتي على قاعده مقاس اكبر من التورته، وحطيت ورقه زبده علشان اقدر اقلبها بكل سهوله ما تلزقش معايا في البورد.
هقلب الجناش بتاعي كويس جدا وهبتدي ان انا اجلس التورته على طول. طيب لو سيبنا الجناش في جو حر ولقيناه عمل معانا زي زيت كده من فوق، ده بيبقى من حاجتين، لا اما من حرارة الجو او ممكن تكوني سخنتي الجناش زيادة عن اللازم. مفيش اي مشكلة خالص. بتعملي ايه في الخطوة دي؟ بتدخلي الجناش بتاعك حوالي نص ساعة في التلاجة وبتطلعيه تقلبيه كده بالمعلقة كويس جدا، هتلاقي كل الزيت اللي كان موجود على وش الجناش بيبتدي يختفي ويخش معاكي في الجناش، ما بيبانش خالص. وزعت كده جناش الشوكولاتة من فوق، وبعد كده هبتدي ان انا احط في الجوانب. وزعت الجناش بتاعي على وش التورته، وبعد كده ابتديت ان انا احط في الجوانب، وبعد كده هسحب بالسكرابر كل الجناش الزياده. اي فراغات بتقابلني وانا شغاله ببتدي ان انا احط فيها جناش. بلاش تحطوا الجناش في التلاجة وتشتغلوا بيه على التورته وهو تقيل، هيقطع معاكوا التورتايه وهيبهدلها ومش هيظبط اطلاقا. خلي جناش الشوكولاته يبقى كريمي كده زي النوتيلا بالظبط، عشان تقدري تفرديه بسهوله وتجلسي التورته بتاعتك ما يبقاش فيها اي دفوهات. وانا بسحب كده بالسكرابر، ممكن تستخدمي الستانلس، ممكن تستخدمي البلاستيك، ممكن تستخدمي الاكريليك، التلاتة كويسين جدا. انا كمان هشتغل معاكم بالبلاستيك وهتشوفوه معايا. طيب انا هنا جلست اول تجليسة. تمام. بعد ما بنجلس اول تجليسة على التلاجة نص ساعة، اقل حاجة في الحر ده نص ساعة. ليه؟ لان انا هبتدي احط جناش شوكولاتة فوق وهقلب التورتة بتاعتي على بورد تاني. لو احنا جلسنا التورتة اول مرة وقلبناها وهي لسه طرية معانا هتلاقوها مالت منكم واتبهدلت. فطبعا لازم بتسيبيها نص ساعة في التلاجة، وبعد كده بتدي بقى طبقة من فوق وبتقلبيها بقى علشان تعملي شارب ايدج كده للكيك وحواف حادة. ببتدي ان انا اقلبها على ورقة زبدة، وببتدي ان انا املى بقى كل الفراغات اللي بتقابلني، وبدي كمان طبقة تانية من الجناش. مش بندي طبقة واحدة بس، لا، ممكن طبقتين من الجناش. وبعد كده بنبتدي بقى نسحب كده بالسكرابر، وكل الفراغات اللي بتقابلنا هي بتاخد معانا طبقتين بس من الجناش. واحنا بنسحب بالسكرابر كل الفراغات اللي بتقابلني بملى فيها جناش علشان تبقى مظبوطة معانا، ما تبقاش باينة تحت عجينة السكر. ما انتوا شفتوا انا استخدمت البلاستيك حلو جدا طبعا في جناش الشوكولاتة. ليه؟ بيبقى طري معايا كده وخفيف، وبيخلي التورتة تبقى ناعمة معايا جدا. انا استخدمت هنا اكتر من حاجة علشان تشوفوها. استخدمت الاستانلس واستخدمت اللي هو البلاستيك اللي هو الرخيص اللي بتبقى مجموعة كده مع بعضها. بصوا كل ما بسحب كده ببتدي ان انا الاقي بقى فراغات ما فيهاش جناش، ببتدي ان انا احط فيها. عايزه اقول لكم حرفيا ما بتكمليش نص ساعه في التجليس، لو اتبعتي الخطوات دي كويس مش هتاخد وقت منك خالص. انا هنا خلصتها ودخلتها التلاجة، ونفس الخطوات اللي انتوا شفتوها في الفانيليا هكررها في كيكه الشوكولاته. في كل مره بتبتدي تجلسي التورته بتاعتك بتدخليها نص ساعه التلاجة علشان كمان الجناش يمسك معاكي كويس وتقدري ان انت تجلسي لتاني مره. طيب تورت عجينة السكر دي علشان تاخدي الاوردر بتاعها كمان، لو تورته دورين او مثلا تورته فيها شغل كتير ومحتاجة مثلا مجسمات تنشف او كده، لازم بتاخدي الاوردر قبلها باسبوع. بتدي وقت كافي ليكي ان انت تعملي الاسبونج، ممكن تحطيه في الفريزر، الجناش تعمليه وتحفظيه في التلاجة. طبعا كل ده بيسهل عليكي الشغل بدل ما طبعا كله تعمليه مرة واحدة.
بيبقى مجهود طبعا جامد جدا. شغل عجينة السكر بيختلف خالص عن الكريمة في الشغل، وكمان في السعر. ان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم سعر التورتايه دي تطلع بكام. هنا حطيت شويه من الكريمه، وحطيت بقى على طول القاعده بتاعتي يبقى ليها فتحه من النص علشان نركبها في الدويل. لان طبعا تورت الدورين لازم بتحط لها دويل ودعامات. ان شاء الله هتشوفوها في الفيديو الجاي باذن الله. قلبتها على القاعده اللي هي نفس المقاس 28، حطيتها على قاعده كبيره شويه علشان هبتدي ان انا احط كده طبقه بسيطه جدا من الجناش علشان البورد يمسك معايا، او القاعده اللي هي الصغيره دي تمسك معايا في التورته اللي فوق. يعني انا عايزاهم كده الجناش والقاعده يبقى في سوا واحد، وكمان ما يبقاش القاعده باينه معايا وتمسك كمان في التورته بتاعتي. كده خلاص انا خلصت تجليس التورتيتين، بدخلهم التلاجة لحد ما ابتدي ان انا احط عليهم عجينة السكر. بصوا انا بحط ايديا، التورته معايا عامله زي الحجر كده، مش بيطلع فيها الجناش ولا اي حاجه. الفيديو الجاي ان شاء الله هنحط عجينه السكر وهنفنش التورتايه دي مع بعض، وكمان هقول لكم سعر التورتايه دي تطلع بكام. بعتذر جدا لو طولت عليكم الفيديو، بس كنت حابه ان انتوا تستفادوا بكل معلومه هقولها. ولو ليكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. وانتظروا بقى الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.